ازيكم عاملين ايه؟ الانمي اللي معانا النهارده انمي حماسي جدا. تخيل كده لما يكون العالم كله بيعرف يعمل حاجه انت الوحيد اللي ما بتقدرش تعملها، ودي بقى بالظبط قصه الانمي بتاعنا اللي بيبدا بوصف العالم اللي بنتكلم عنه، وهو عالم مليان بالسحر والسحره، وبيكون الناس في الشارع بيتعاملوا بالسحر في كل امور حياتهم، وهو ده العالم السحري حيث يمكنك جعل الاشياء الثقيله تطفو او حتى صناعه شيء من العدم، وعادي جدا انك تلاقي التنانين بتطير من فوقك، وبتحدد هويه الفرد على حسب مستواه السحري، يعني كل ما بقى سحرك قوي مؤثر اكتر كل ما بقى الناس تحترمك وتقدرك اكتر. وبنشوف بعد كده ريغيرو بيرين، وهو راجل عجوز عنده 75 سنه عايش في الغابه هو وابنه، وبنشوف ابنه اللي اسمه ماش وهو بيتمرن في الغابه تمرينات قويه جدا بيحسن من قوته البدنيه. بيدخل ماشي على ريغيرو بعد ما كسر باب البيت، وبنشوف ريغيرو وهو متعصب وبيقول له انت كل شويه تكسر لي باب، لكن ماش بيرد بكل طاعه واحترام وبيقول له انه ما كانش عارف المفروض يسحبه ولا يزقه. ريغيرو بيلاقي ان مفيش حاجه يعملها لان ماش محترم وبيطيعه دايما على الرغم انه عايش هنا بقاله سنين ولسه لحد دلوقتي ما يعرفش الباب بيفتح ازاي، لكن ماش بيعتذر له وبيقول له انه هيصلح الباب، وفعلا بيبدا يصلحه لكن بطريقه بتسبب في كسر الباب اكتر. وهنا ريغيرو بيقول له بص مالكش دعوه بالباب انا هعمله، اتعلم انت بس ازاي تفتح الباب وخلاص. وبنشوف ماشي اللي بيسال ريغيرو عن السبب اللي بيخليه يمارس التمارين دي كل يوم، لكن ريغيرو ما بيكونش عايز يصارحه بالحقيقه، وهي حقيقه ان ما عندوش القدره على استخدام السحر، واللي تعتبر في العالم اللي عايشين فيه حاجه شاذه. وبيقول له انا رايح اجيب حاجه وجاي زي ما اتفقنا بقى، اوعى تروح المدينه من غيري. لكن ماش ما بيقدرش يستحمل الجوع وبيروح المدينه بسرعه علشان يشتري فطيره الكريمه اللي بيحبها. بيوصل ماش المدينه وبيستغرب الناس اللي بتتعامل بالسحر في كل حاجه في يومها، على الرغم انهم ممكن يعملوا كل الحاجات دي بايديهم عادي من غير ما يستخدموا السحر. وبيكون لابس غطاء للراس علشان يخبي وشه من الناس، وده لان اي حد بيتولد برسمه على وشه ودي اللي بتحدد قوته السحريه. لكن ماش ما عندوش اي علامه في وشه لانه ما بيقدرش يستخدم السحر. بيوصل ماش المحل اللي بيبيع الفطاير وبنشوف العامل وهو متفاجئ من العملات اللي ماش تناهم بايده بس، لكن ماش بكل برود بياخد منه العملات وبيرجعها زي ما كانت. وفي وسط الزحمه بيشال الغطاء من راس ماش وبتكتشف حقيقته قدام الناس كلها اللي بيكونوا خايفين منه لانه غريب عنهم وما عندوش في وشه اي علامه سحريه. بنشوف بعد كده رئيس شرطه السحر وهو قاعد في المكتبه وبيقرا خبر اختيار المنجم المختار من مدرسه السحر، وبيكون المنجم المختار عباره عن لقب بيستلمه اذكى طالب في مدرسه السحر اللي بيقدر يحصل على اعلى الدرجات، وبيكون حصل عليها طالب اسمه رين وبالتالي بيحصل على مكانه عاليه وفلوس كتير. وبيكون براد متضايق وشايف ان هو اللي يستاهل اللقب ده، لكن بيقاطع كلامه اخباريه وبتقول انهم اكتشفوا واحد في السوق ما بيحملش اي علامه سحريه في وشه. بنشوف بعد كده ماش بياكل فطيره في امان الله لحد ما بيلبس في ضابط من شرطه السحر، لكن الضابط ده بيكون سكران وبيبدا يقول له اي كلام وخلاص. وبيكون اعتذار ماش دي عباره عن انه بيقطع له ملابسه علشان ياخدها يغسلها ويرجعها له تاني. وفي الوقت ده بيظهر براد وبيشوف ماشي اللي جات له اخباريه عنه وبيكون لسه هيقبض عليه، لكن غيره بيوصل باقصى سرعه وبياخد ماشي وبيهربوا، لكن مراد بيكون مهتم بالموضوع وبيستخدم السحر علشان يراقبهم ويوصل لمكانهم. بنشوف بعد كده ريغيرو وهو بيزعق مع ماش وبيعاتبه لانه ما سمعش كلامه، لكن ماش كالعاده بيسكته باحترامه وبيعتذر له وكمان بيجيب له فطير الكريمه، علشان كده ريغيرو بيسكت وبيعاقبه بس انه يعيد التمارين اللي عملها بالنهار. وبيكون مستغرب ماش لان الشباب في سن المراهقه بيبداوا يتمردوا ويعاملوا اهلهم باسلوب جاد، اما ماش فخالف كل توقعاته بيلاحظ ريغيرو طائر سحري جنب بيتهم وفجاه بيكسر باب قوات الشرطه اللي بيترقصهم براد. وبيكون ماشي في الوقت ده بيمارس التمارين اللي تعاقب بيها وبيخلص بسرعه وبيرجع، لكن لما بيرجع بيسمع حد في البيت مع ريغيرو وبيقول له كلام غريب، بيقول له ان العالم الظاهر بسبب القوه السحريه اللي ربنا وهبها لينا، وعلشان كده لازم يكون في شويه تضحيات، والتضحيات دي زي اننا نتخلص من اي حد ما بيقدرش يستخدم السحر، يعني من الاخر اي حد غير قادر على استخدام السحر ما يستاهلش انه يعيش. وبينزل ضرب على ريغيرو علشان يعترف بمكان ماشي، وبيعرفوا انك تخبي واحد ما بيعرفش يستخدم السحر دي لوحدها جريمه يعاقب عليها القانون، لكنه ممكن يتوسط له عند المسؤولين في حاله انه اعترف بمكان ماشي. وفي التوقيت ده بيفتكر ريغيرو حياته وهو صغير لما كان بيتم معاملته من اهله وهو صغير معامله جافه جدا، وده لان السحر الخاص بيه ضعيف جدا. كمان لما كبر شويه كان بيتهزق في الشغل وبيتعامل اسوأ معامله من كل الناس، لحد ما في يوم من الايام قرر انه ينتحر ويخلص نفسه من الحياه الصعبه دي. وفعلا بيطلع فوق سطح مبنى عالي جدا علشان ينتحر، لكن بيسمع صوت عيل صغير بيعيط، ولما بيروح يشيله بيكون الولد الصغير ده هو ماش اللي ما بيحملش علامه سحريه في وشه. وبيستنتج ريغيرو ان ده السبب ان اهله رموه في الشارع، وبيحس ان الولد الصغير شبهه وبيقرر انه يربيه ويعتبره ابنه، علشان كده بيرفض ريغيرو انه يعترف بمكان ماش للشرطه، وبيحذر ماش وبيقول له اهرب يا ماش، لكن ماش بيدخل بكل قوه بينزل ضرب على رجال الشرطه واحد ورا التاني.
وبيتفاجئ غير انه ما مشيش، لكن ماش بيقول له انك عائلتي الوحيده وانا ما اقدرش استغنى عنك. هو هنا بيضحك جدا وبيقول له يا عبيط جيت لجداك بنفسك. بيجهز براد نفسه وبياخد وضعيه القتال علشان يتخلص من ماش نهائيا، وبيستخدم التعويذه اللي استخدمها علشان يقضي على تنين ضخم. وبيكون غيره خايف على ماش لكن ما فيش في ايده حاجه يعملها، لكن المفاجاه ان ماش بيصد الضربه بايده وبينبهر كل الموجودين من قوته الغريبه. حتى براد ذات نفسه بيكون متفاجئ من اللي بيحصل، وهل فعلا في حد ممكن انه يصد ضربه سحريه بالقوه دي؟ بيستخدم براد ضربه سحريه قادره انها تمحي الغابه كلها، وبيكون متاكد انه هيقضي على ماش بالضربه دي، لكن ماش بيصدها بكل سهوله زي الضربه الاولانيه بالظبط. وهنا بيمسك ماش العصايه السحريه، وده بيرعب براد جدا، لان لو كمان بيقدر يستخدم السحر فوق كل ده فدي هتكون كارثه. وبنشوف براد بيستخدم السحر في الدفاع وبينفذ درع قوي صعب الاختراق من اي قوه سحريه، لكن ماش بيستخدم العصابه استخدام السهم وبيرميها على براد وبيخترق دفاعه بكل سهوله. وهنا بيحذر براد انه مره جاي يقتله لو فكر انه يتعرض ليه او لغيره مره تانية. في الوقت ده يا صديقي بيكون براد بيكون متفاجئ من قوه ماش، وبتخطر في باله فكره شيطانيه، وبيقول لماش انه حتى لو مشي من المكان هيجي قوات اكبر وهتلاحقه هو وغيره لحد ما يقضوا عليه. وبيقول له انا ممكن اعقد معاك صفقه وانه يلتحق بمدرسه السحر ويحصل على لقب المنجم المختار، ولو ده حصل هيقدر يغير تفكير العالم عن السحر، وبراد هيستفاد من اللقب عن طريق السلطه والفلوس اللي هيكسبها من وراه. لكن غيره بيحذر ماش من انه يعقد الصفقه مع الشرطي، لكن ماش ما بيتمش كلام لغيره وبيوافق على الصفقه من غير اي تفكير. وبيكون هدف ماش هو انه يخلص غيره من الهروب ويساعده انه يرجع يعيش حياه طبيعيه وسط الناس في المدينه. وبيشوف بعد كده ماش وهو لابس لبس المدرسه وراسم على وشه علامه سحريه مزيفه علشان يقدر يلتحق بالمدرسه، وبيكون شايف ان عالم لا يسمح بالعيش مع جده في سلام اذا عالم يحب تدميره. بنشوف بعد كده مدرسه إيستون للسحر، وهي مدرسه عريقه جدا وكمان خرجت اجيال كتير جدا من عظماء السحر المعروفين في الوقت ده، وهي المدرسه اللي هيتم فيها اختبار القبول اللي يعتبر من اصعب الاختبارات في كل المدارس. هو اختبار بيكون بنسبه النجاح فيه 3% بس، وده رقم صغير جدا بالنسبه للمتقدمين. بنشوف بعد كده ماش وهو واقف وسط الطلاب المتقدمين للاختبار وبيراقبهم من الشباك مشرف في الاختبار الاستاذ كلود، اللي بيكون شايف ان كل المتقدمين عباره عن ابناء عائلات نبيله وابن وكيل وزراء. ولكن فجاه بيجي عينه على ماش اللي بيكون بيمارس تمارين رفع الاثقال قبل ما يدخل اختبار السحر. بيستغرب لوتشي من اللي بيشوفه، لكنه بيبقى عارف انه كده هيسقط في الاختبار فملهاش لازمه يتعب نفسه ويركز معاه، لكن بيجننه اكتر لما بيلاقيه قاعد وبيقرا كتاب عن اللياقه البدنيه بدل ما يقرا كتاب عن السحر. لا وكمان بيكون غيره وبراد واقفين وراه عاملين نفسهم شجره وفاكرين انهم متخفين وهم واضحين وشكلهم عبيط جدا. وبيكون ماش قاعد بيفكر يا ترى ايه هو موضوع الاختبار وايه كان لازم انجح فيه باي طريقه علشان غيره. بيظهر لوتشي بدخله سينمائيه مليئه بالسحر وبيعرفهم على نفسه، انا استاذ كلود لوتشي المشرف عليكم والمسؤول عن اختبار القبول لمدرسه إيستون للسحر. وبنشوف ان انبهار الطلبه كلهم بلوتشي اللي بيكون في المرتبه السابعه كاقوى سحره في العالم واللي قدر انه يحفظ تعويذ كتير جدا. وبيكون لوتشي مبسوط جدا من تقدير الطلاب ليه اللي بيرضي غروره وكبريائه. وبنشوف بعد كده لوتشي وهو بيستعرض قوته السحريه وبيطلع ترابيزات وكراسي من تحت الارض واوراق الاختبارات بتطاير من السماء وبيحضرهم لاول اختبار هو الاختبار الورقي. وبيكون الاختبار عباره عن ورقه وقلم، لكن لوتشي بيكون حاطط اللمسه بتاعته وبيكون كلام في الورقه مسحور ومش راكز على بعضه. وهنا الطلاب كلهم بيتوتروا لما بيشوفوا الورقه، لكن ماش بيتصرف على سجيته وبيحل الورقه اول واحد وبيسلم الورقه وبيمشي. وطبعا استاذ لوتشي بيكون هيتجنن من اللي بيحصل لانه كان متوقع ان ماش هيسقط من اول اختبار، لكن بيصبر نفسه كلمتين لانه اكيد هيسقط في الاختبارات الجايه. لكن الغريب ان ماش بيقدر يتخطى كل الاختبارات بمهاره عاليه جدا وحرفيا بيمشي على الميه وبيشيل الصخر وبيخلص الاختبارات في وقت قياسي جدا، لحد ما لوتشي بيجيب اخره وبيقرر انه ينفذ اصعب اختبار ممكن طالب يحصل عليه، وهو اختبار المتاهه اللي بيكون عباره عن متاهه كبيره والمده المطلوبه للخروج منها هي 30 دقيقه بس. ومش بس كده، لا ده كمان حاطط لهم فخاخ وعوائق علشان يختبر قوتهم السحريه. وبيبدا الاختبار وبنشوف ماش واقف وسط المتاهه وبيفكر المفروض يعمل ايه، لكن بتجيله بنت جميله اسمها ليمون اللي بتقول له ينفع نعمل الاختبار مع بعض. وهنا ماش بيستغرب من طلبها وبيكون عايز يعرف السبب، فبتقول له انها شايفه ان القطره تغلب الشجاعه، هيبقى احسن بكتير لو عملوا الاختبار مع بعض. وبعد ما بيوافق ماش على طلبها بناخد بالنا انها ضعيفه جدا وبتتاثر باي فخاخ حتى لو كانت الفخاخ دي بسيطه جدا، حتى انها بتقع على وشها بمجرد ما تتكعبل في طوبه صغيره. لكن ماش بيمشي في طريقه وما بيهتمش ليها لحد ما بيفيد بيها الكيل وبتستخدم السحر بتاعها وبتصنع قيود في ايده ورجله. وهو هنا ماش بيستغرب من تصرف ليمون، لكنها بتقول له انا اسفه جدا ان خدعتك بس ده غصب عني، ومهمتي الوحيده في الاختبار ده هي اني اعطلك واخليك تسقط فيه، والقيود اللي انت متقيد بينا دي مفيش انسان طبيعي يقدر يفكها. لكن ماش بيبص لها بنظره تعجب وبيقول لها انا مش طبيعي، وبيكسر القيود بكل سهوله وبيمشي. وبتقعد ليمون وهي متضايقه وخايفه جدا، لكن بيجي لها ابو الهول كبير من وراها وبيخوفها اكتر ما هي خايفه، علشان تعدي منه لازم تجاوب
على فزوره صغيره. الفزوره دي بتقول كائن بيكون الصبح ب3 رجول والظهر برجلين وبالليل برجل واحده، ايه هو الكائن ده؟ لكن ليمون الخوف بيكون غالب عليها وما بتقدرش تتحرك ولا تفكر في اجابه السؤال، وللاسف بيكون الوقت خلص وبالهول الضخم مضطر يتخلص منها. وفي الوقت ده بتعرف ليمون ان اللي بيحصل لها ده بسبب اللي عملته مع ماش وانها خدعته علشان مصلحتها، لكن بيوصل ماش بسرعه وبيضربه بكل قوه بيقول له ان مفيش كائن بالمواصفات دي. وهنا بتبص له ليمون وهي مستغربه هو ليه رجع تاني وانقذها، لكنه انقذها علشان حاسس انها عملت كده لاسباب شخصيه اللي ممكن تبقى نفس الاسباب اللي خلته يلتحق بمدرسه السحر. وبتكون ليمون متضايقه لان بسببها مش هيقدر ينجح في الاختبار لانه مش هيوصل لخط النهايه قبل نهايه الوقت. لكن ماش بيقول لها امال انت فاكره انا رجعت لك ازاي بالسرعه دي؟ وبيكون لوتشي واقف بره المتاهه مع الطلبه اللي نجحوا في الاختبار، وكل ما الوقت يعدي بيفرح اكتر ان ماش هيسقط اخيرا. لكن فجاه بيحسوا بهزه ارضيه وصوت حاجات بتنفجر لحد ما بيكتشفوا ان ماش بيخترق الجدار لحد ما بيوصل لخارج المتاهه. وفي نظره استعجاب من لوتشي والطلبه بنشوف اتهامات الطلبه لماش بالغش، وبتعلى هتافات ارحل ارحل انهم شايفين اللي عمله ماش ده يعتبر غش. وبيكون المدير البرغي واقف يتفرج على اللي بيحصل ومهتم جدا بماش لحد ما بتخرج ليمون عن صمتها وبتدافع عن ماش وبتقول انه اتاخر في خروج بسببها هي، وان هي اللي كانت بتحاول تخدعه علشان يسقط في الاختبار بامر من استاذ لوتشي. وهنا وافقت على صفقه الاستاذ لوتشي لانها فقيره وهو كان في المقابل هيضمن لها نجاحها في الاختبار. وبيحاول لوتشي يسكتها اكتر من مره لكنها ما بتسكتش وبتكمل كلام. وهنا بيغضب لوتشي وبيخرج الشخص المتكبر اللي جواه وبيقف قدام الطلبه كلهم وبيقول لهم انا استاذ لوتشي المسؤول عن الاختبار، يعني انت اللي هقول مين ينجح ومين يسقط، ولو حد فيكم عنده اعتراض يتفضل يواجهني. ولسه ما كملش كلامه بيكون ماش كسر له عصايته السحريه اللي فرحان بيها، وبنشوف نظره الدهشه في وش اللي كل موجودين اولهم لوتشي نفسه اللي اتقل منه جامد قدام الطلبه بتوعه. وقبل ما بتبدا الخناقه بيكون المدير البرجي وصل وسكت كل اللي موجودين في الساحه وبيقول لهم ان من دلوقتي هو المسؤول عن الاختبار، وبيقول لوتشي يعدي عليه في مكتبه بعد الاختبار. وطبعا لوتشي بيكون مرعوب من اللي هيحصل فيه لان مدير البرج كان بيتفرج وشاف كل حاجه حصل، والمدير ما بيضيعش وقته وبيقول لهم يلا هنبدا المقابلات مع الطلبه. واول طالب معانا هو ماش، وباستخدام قوته السحريه بيقدر ينقل ماش لمكان تاني خالص وهو المكان اللي هتهتم بيه المقابلات مع الطلبه. وبيكون اول سؤال من المدير لماش هو ايه سبب اختيارك للمدرسه دي بالتحديد، لكن رد ماش بيكون صادم جدا وبيقول له علشان اقدر اعيش حياه هاديه مع عيلتي. وهنا بيهيج كل المستشارين على ماش بسبب رده الغير منطقي، وبنشوف ان كلهم معترضين على وجوده وعلى رده على السؤال. وبيكون السؤال التاني عن اختبار المتاهه وايه سبب انه رجع انقذ البنت رغم انه كان ممكن يسقط في الاختبار. وبيكون رد ماشي انه حاسس انه هيندم لو ما عملش كده، لكن المدير حب يختبره اكتر فبيساله كان هيعمل ايه لو كان ابو الهول اقوى منه، لكن رد ماشي انه كان هيعمل نفس الشيء وهيروح ينقذ البنت. وهنا المدير بيعجب بيه جدا وبيقول له الجرأه حلوه مفيش كلام يا ماشي، لكن هل تفكر في نفس التفكير لو كنت هتواجه شخص اقوى منك بكتير على سبيل المثال شخص زي كده؟ وبينفذ المدير تعويذه مرعبه من سحره اللي بيكون الحضور كله عارف انها من التعويذه الخاصه بالمدير. وبيشرح المدير لماش طريقه عمل التعويذه وهي عباره عن تعويذه قديمه بيتم استخدام فيها قوه سحريه كبيره جدا، وبتقوم التعويذه دي بسحب روح اعز شخص عند الخصم او اكتر شخص بتحبه. ومش بس كده، لا ده بمجرد ما يتعلق بالخنجر فالروح الحقيقيه بتموت زي الدميه بالظبط، وبتكون فعلا روح الجد رغيره خرجت من جسمه ودخلت الدميه. لكن ماش بمجرد ما بيسمع اللي ممكن يحصل في حد بيحبه بيندفع على الدميه وبيضرب الخنجر بايده، لكن الخنجر بيكون اقوى من ماش بكتير واللي بيتاثر بالضربه بس هو ماش. وهنا بيثبت ماش الخنجر بايده الاثنين وبيقول للبرج انه صعب يقدر يظهر التعويذه دي لمده كبيره، وانها هتكون عباره عن لعبه تحمل، يا اما انا اتعب واسيب الخنجر يا اما انت تتعب وتلغي التعويذه. وفعلا البرج بيلغي التعويذه بعد ما اتاكد من ولاء ماش، وبيقول ان صاحب القوه يقدر يستخدمها في الخير او في الشر، وانا عايزك يا ابني تستخدمها في الخير وفي حمايه الناس واصدقائك. بينضم ماشي مدرسه ايستون للسحر وبيكون في الحصه الخاصه بتعليم السحر، لكنه بيستخدم حاجه بتيجي على باله غير السحر. وبيكون مدرسه ايستون مدرسه داخليه، فبيتشارك ماشي الغرفه مع طالب اسمه فين ايماس اللي بيكون خايف من ماش شويه بسبب تصرفاته الغريبه، لكن لما بيتعامل معاه بيعرف انه شخص طبيعي. وهنا ماش بيسال فين ازاي يحصل على لقب المنجم المختار، فبيعرفه انه علشان يحصل على لقب المنجم المختار لازم يجمع عملات ذهبيه، والعملات الذهبيه دي بيحصل عليها من الاختبارات والالتزام في الحضور والانشطه الرياضيه الخاصه بالمدرسه. يعني من الاخر هي محصله حياته في مدرسه وكل الطلاب بتسعى عليها، علشان كده هي تعتبر منافسه شرسه جدا. وبكده تكون خلصت حلقتنا النهارده. لو عايز تعرف ماش هيعمل ايه وايه العقبات اللي هتواجهه وهل هيحصل على اللقب ولا لا، اعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه وفعل زر الجرس عشان توصلك مننا الحلقات الجايه. والى اللقاء يا اصدقائي في حلقه جديده، مع السلامه.